جدر القرود، جدر القرود. ببساطة احنا ما فيش حاجة نعملها غير ان احنا نعرف الاعراض، ولو لا قدر الله لو الاعراض ديت ظهرت على اي حد يتوجه لاقرب مستشفى. طب ايه هي الاعراض؟ الاعراض بكل بساطة بيكون الم في الحلق، يكون فيه بيحس ان جسمه اشعر، جسمه مش متظبط، في تهميد، في تعب، في ارهاق، بالاضافه انه بيكون في التهاب في العقد الليمفاويه اللي بيكون موجود هنا في منطقه الرقبه، وبتكون موجوده تحت الابط. وايه تاني؟ بيكون موجود طفح جلدي. طفح الجلدي دوت بيظهر من يوم ل3 ايام من الاصابه. طب تمام، طب لو لا قدر الله في اي حاجه من دول ظهرت عليك يا غالي، تتوجه لاقرب مستشفى بس. طب احنا هنعمل ايه كاجراءات احترازيه؟ الوقايه الشخصيه. ايه الوقايه الشخصيه؟ هنعمل ايه؟ النظافه الشخصيه. ان انا اهتم بالنظافه الشخصيه على قد ما اقدر، ما استخدمش حاجات ناس تانية. لو عندي حيوانات اليفه اهتم بنظافتها اكتر زياده عن اللزوم بس. تجنب المخالطه، نفس التداعيات اللي كنا بنعملها ايام كورونا بس على اهدى شويه، لانه حتى الان وزاره الصحه المصريه لم تصدر اي بيان باصابه اي شخص من الاشخاص. يعني حتى الان وزاره الصحه ما طلعتش بيان رسمي كده انه في اي حالة اصابه تمت في مصر حتى الان. وربنا يستر والحوار دوت مش يطول، لان حرفيا احنا زهقنا من كورونا. احنا ما صدقنا نطلع من كورونا، فاحنا مش هنطلع من كورونا لحاجه اسوأ منها. يعني اتمنى ان جدر القرود ما يطولش عن كده. في النهايه لو انتوا على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا اشتراك ودايما بالصحه وراحه البال. سلام.